النظرية وش تقول؟ تقول انك ممنوع اذا انت، شو يقول؟ الدراسة مش دراسة، هي ابتدت تطبق وليست دراسة فقط، صارت تدرس في جامعات علم النفس مع مختصين النفسانيين ودكاترة علم النفس. النظرية وش تقول؟ تقول انك ممنوع اذا انت خططت في دماغك لمشروع عمل او مشوار او سفرة او اي شيء تبي تسويه، ممنوع تقوله لحد قبل ما تخلصه. تخيلوا ليش؟ لانه يقول لك اذا قلت لحد قبل ما يخلص المشروع راح هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعادة راح يفرز عندك في الدماغ، فلما يخلص المشروع إذا نفترض خلصته، أول شيء ما راح تخلصه بالكفاءة المطلوبة، اثنين راح تخلصه في عرقلة، ثلاثة لما يخلص ما راح تفرح فيه. ليش؟ لأنك حصلت على المكافأة في من خلال الدماغ، من خلال رفع هرمون الدوبامين لما قلت للناس قبل ما تتمه. يعني أعطيكم مثال، أنت بنت تعرفتي على واحد مرتب وحلو حبك وصار يكلمش تليفونات ويجيب لك هدايا ودفر وعملش بحب، رحت ركبتي ملقوفة عشان أنت حيوانة، أوكي، رحت ركبتي على غفيشتك وتعرفت على واحد وجاب لي وحط لي وسوى لا 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 لا، كل هرمونات السعادة اللي انت تستنين بعدين في علاقتك فيه ان تحصلين عليها، حصلت عليها من صديقتك هذه اللي راح اصلا تحط في خاطرها وتلعن الساعة الغبرة وتقول ايش معنى هي جاها نصيب وانا لا. هذا الحدث او هذه الدراسة او النظرية اللي طبقت الان في الجامعات في علم النفس، اوكي؟ هذه وين تاخذنا؟ لأي حديث للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا وين نحيي السنة النبوية من 1400 سنة؟ الذي لا ينطق عن الهوى محمد عليه الصلاة والسلام شنو قال؟ قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. حتى قال استعينوا لأن الموضوع يبي له إعانة، يبي له عون. ليش؟ لأن الإنسان أصعب ما عليه إنه يكتم سر، خلق كذا، فيبغى له استعانة، يستعين بالله إنه ما يقول سر لحد إلين يخلصه علشان يأخذ المكافأة في تنفيذه وإنه يكون مبسوط في نهاية الرحلة، مش ياخذها قبل وهو لسه مقبل عليه. فالنصيحة اللي كانت من سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة، شوفوا الآن جالسين يقولونها ويدرسونها في الجامعات، إن ممنوع تقول خطتك أو مشروعك أو الشيء اللي بتسويه لحد قبل ما تخلصه، لأن مخك راح يفرز هرمونات السعادة اللي تحصل عليها قبل، فلما تجي بآخر المشروع في تنفيذه لما تخلصه يكون ما عندك أي إحساس سعادة فيه. ليش؟ لأنك حركت المفاجأة على نفسك والمكافأة اللي بتكافئها لنفسك. والرسول عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة قال استعينوا على قضاء حوائجكم في الكتمان عشان ما تضيع طاقة الشيء اللي انت بتسويه، عشان تفرح فيه. والدليل حتى لما نصلي ونحس ان احنا صلينا الظهر والعصر واليوم والمغرب والعشاء وذكرت وقريت قرآن، تحس نفسك مرتاح، ولما تصحى صلاة الفجر تحس نفسك ليش؟ لأن تحس نفسك أديت اللي انت تبي تسويه. بنفس الطريقة نصيحة لوجه الله، لا تقولون أسراركم أو نواياكم أو مشاريعكم لحد، حتى لو كان أقرب الناس لك. تحتاج دعوة من أمك وأبوك قول لهم أنا عندي شغل ادعوا لي، بس ما تقولون التفاصيل. استعينوا على قضاء حوائجكم في الكتمان. وكلام محمد عليه الصلاة والسلام لا يحتاج بحث علمي علشان نثبته، عشان هو لا ينطق عن الهوى. يعطيكم العافية.